اذا قلت لك كنظن حتى كنطيح صدفه في هذا المقال هذا ديال انفا بريس ولا انفا بريس ولا ما سميت جذبوها، ما على باليش. المهم ودايرين هذه الصوره ودايرين واحد المقال. انا غنوريكم هي الصوره. قال لك: هل يعيد محمد السادس سيناريو حرب الرمال ويجتاح الجزائر؟ المقال خارج في 2014 فهمتيني. وكأن الجيش المغربي في 2014، باش نمشي معاهم انا غير في هضرتهم، او في 16 و17 و18 او قبل منها، وكأن الجيش المغربي قادر على اجتياح الجزائر. واخا ما غاديش نمشي لهاد سميتو هذا، لان صافي هما باش بدينا بالكذوب. قالت الجزائر باغا تكب الازمه ديالها على المغرب فهمتيني. وكأن المغرب ما كيكبش الازمات ديالو كيفرغها على الجزائر فهمتيني. يعني راه كيقول لك العطار كيشم غير ريحه حانوت صاحبه، ما كيشمش ريحه حانوته. كيقول لك الجمل كيشوف غير حدبة الجمل، الاخر ما كيشوفش حدبته. هي هذه اللي كيديروا فيها، اللي كيدير فيها المخزن دابا فهمتيني. وكأن دابا كيبدا يلصق في الجزائر، وكأننا زعما حنا المغرب هما السويد فهمتيني. حنا صافي، حنا راه وصلنا وكنشوفوا الجزائريين بقاو فينا. كنضامنوا معاهم بهاد المقالات. اسير ضامن مع راسك بعدا هو الاول، حتى تولي بحال السويد وانتقد الجزائر، لان الجزائر احسن منك في كل شيء. هادشي راه ما كيبغيوش يقبلوه المغاربه. الاقتصاد الجزائري فايت المغربي، التطبيب والتعليم والصحه في الجزائر احسن من المغرب. الجيش تهضروا بالعسكر، الجزائر فايتك بزاف. الو سد مؤخرتك شويه تيها. قال لك: تفاصيل مثيره حول حرب الرمال التي اندلعت بين المغرب والجزائر. كنبداو المقال بالكذوب عاوتاني. لن ينسى الجزائريون على مر السنين حرب الرمال التي تعد من أكبر المواجهات العسكرية التي اندلعت بين المغرب والجزائر، والتي انتصر خلالها الجيش المغربي على نظيره الجزائري. أولا هذه كذبة، جوج كذبات كاع. لأنه إلا قلتي الجيش المغربي واخا، ولكن تقول على نظيره الجزائري شنو كتقصد بها؟ على نظيره الجيش الجزائري. وهذه كذبة راه قلتها لك، لأن الجزائر ديك الوقيته ما كانش عندها جيش نظامي، كانت عندها مقاومة. وكانت الجزائر خارجه من الاستعمار الفرنسي ومن المقاومه ضد فرنسا. كانت عندها مقاومه، ما كانش عندها جيش نظامي. نكملوا. قلت لك راه قلت لك كذبه. وثاني كذبه هي انهم قال لك انتصر الجيش المغربي. اولا المغرب خسر حرب الرمال. باش انا غنثبتها لك ثاني. حنا غنجبدوا لكم اليوم الارشيف ديال بريطانيا، باش ما تجيش تلصق فيا انايا وتقول لي شحال خلصاتك الجزائر. سير اخويا عند بريطانيا العظمى، عند الامبراطوريه التي لا تغرب عنها الشمس، وقول لهم علاش تكتبوا علينا هذا الشيء ثاني. ما تجيش عندي انايا، انا غتجي عندي غنبلوكيك. اذا قال لك: عرف اقليم وجده المغربي الممتد شرقا الى التراب الجزائري هجوما مباغتا قام به الجيش الجزائري، هذه المره بكيفيه سافره، على مركز ايش العسكري الواقع على بعد 50 كيلومترا من شمال شرق مدينه فيكيك باقليم وجده. وكانت تحرسه قوات مغربيه لم تكن تتوفر الا على سلاح خفيف، بينما كان المهاجمون الجزائريون يشكلون قوات نظاميه. وهذه كذبه. باش تقول لي قوات نظاميه وتقول لي الجيش الجزائري، راه ما كانت لا قوات نظاميه لا الجيش الجزائري، كانت المقاومه الجزائريه. وهادشي راه مثبوت. عندك صحابك كنهضروا خاويين. ريح سي محمد. وقال لك: هجموا عليهم بالاسلحه الثقيله. يلا قال لك: والادهى من ذلك ان الطيران العسكري الجزائري شارك بدوره في الهجوم على منطقه تندراره في اقليم وجده ايضا. وجميع هذه المناطق لم تكن موضوع نزاع بين الدولتين. قال لك: ورغم ما قام به الجيش الجزائري من هجومات مباغته على عدد من المناطق بالمغرب، إلا أن الجيش المغربي كان لها بالمرصاد، حيث تصدى لها بقوة. فما كان من الجيش الجزائري إلا الاستسلام. الله 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 الله، مو على كذبة تيني. هاد الكذبة هادي دايرة بحال الكذبة الأخرى ديال قال لك راه المغرب هرب بوليزاريو. ماشي أنت اللي هربتي من بوليزاريو، ديتي القضية للأمم المتحدة وخرج عند بوليزاريو ديك الساعه. علاش في التسعينات مشيتي علقتي عند الامم المتحده؟ ولكن لحسن الحظ هو الفيلم ديالك مع بوليزاريو غيسالي، وحنا غنشوفوا هذا الجيش المغربي هذا اللي كتصوروه بواحد الطريقه وكانه الجيش ديال تيني ديال ميريكان. دابا المغرب ولاو عنده الدلتا والمارينز ودي ودي. وانتم نهار بغينا داك الجيش نخرجوه في اسبانيا حقيقه في جزيره ليلى، مشيتو علقتو عند ميريكان تفككم. وبركه من الكذوب. انا ما كنقش من الجيش المغربي ولا كنحتقر ولا شي حاجه،
الجيش المغربي كان يا ما كان في قديم الزمان يضرب به المثال في الجاه وفي القوة، ولكن مع العلويين راه قلت لكم اللي كيتبع العلويين كيولي بحال شي جفاف في باب ديال شي كابينه موسخه، اللي كيجي كيدخل كيعفط على سميتو حاشاك بلا ما نسمي داك الشيء، كيخرج كيمسح في المغرب برجليه. هذا هو المغرب ديال العلويين. انني راه قلت لكم ومازال ما بغاش بنادم يتيق، اللي كيتبع العلويين الشفاره كيولي بحال شي جفاف موسخ مقطع مشرشم. تفاهمنا؟ قاموا اليوم بهجومات مباغته وطاطاطا، والمغرب الجيش المغربي كان لها بالمرصاد وتصدى لها بالقوه، فما كان من الجيش الجزائري الا الاستسلام. راه قلت لك كذبه. ولانني انا غادي نوريكم دابا شويه الارشيف البريطاني شكون اللي رابطينه تما ومحيدين ليه السلاح وكيقلبوا فيه، واش الجيش المغربي ولا الجزائريين اللي كيوقع عليهم هذا الشيء هذا. انا جايك الارشيف البريطاني دابا نتبعوا حنا الصحافه المخزن اش كتقول. يلا وقد امر الملك الراحل الحسن الثاني الجيش المغربي بالتراجع بالرغم من انتصاره في الميدان، وقال له الجنرال دريس بن عمر آنذاك: مولاي، لا يقبل في المنطق الحربي والتقاليد العسكرية أن يعود جيش منتصر إلى منطلقته الأولى وكأنه جيش منهزم. وهذه هذه الشهادة فهمتيني كتثبت لك بأنهم غير كيكذبوا، وبأن ما كاين والو من ديك الهضره اللي كيقولوا كامله، لأنهم كون كانوا فعلا انتصروا وكون كيقول لك الجزائر هجمات اليوم على دابا كيفاش. وعباد الله هذه راه هي فهمت السطا، وهذه هي هذا هو الحماق بعينيه. دابا كيقول لك المغرب انتصر ياك، وكون انتصر المغرب كنت هذيك الاراضي اللي هجم عليها وبغى يديها، هذه دو 1 و دو 2. دابا كيفاش للجيش اللي ما امنش حتى مناطق ديالو حدوديه ياك وطاحوا ليه فيها رهائن، وانا غنوريك الرهائن المغاربه. فقلت لك الجيش المغربي كيقول لك قال لهم ما عقلت سميت داك الزمر، قال للحسن الثاني وراه عطيني يومين دخلت تصلي في وهران ولا ساعتين ولا ما عقلتش انا ديك الهضره فهمتيني. داكشي ديال هتلر ديال دخلت تشرب قهوه في باريس فهمتيني. هذا راه غير كامل غير حرب نفسيه وتمويهات على الشعب المغربي، والشعب المغربي ما عايقش مسكين. دابا كيفاش الجيش المغربي اللي كانت عنده المؤهلات انه يدخل لوهران في يومين ولا ما عرفتش داك التخربيق اللي كيخربقوا عبر التاريخ المزور، وكيفاش ما حماش الحدود ديالو فهمتيني. لان الحدود ديالو فانا نجبد لك ديك المنطقه بالضبط نسيت سميتها، انا غنجبدها لك وغنجبد لك فيديو فهمتيني نخليك تفرج فيه. فيديو داخل في الارشيف البريطاني فهمتيني، باش ما تجيش تقول لي من جبتيه، سير اخويا عند بريطانيا صد عليها راسها شويه، ما تجيش عندي انا. فكيفاش للجيش اللي ما امنش الحدود ديالو انه يدخل يتوغل في الجزائر، وامن على الحدود ديالك بعدا ما يشدوش لك فيها العسكر والرهائن، عاد سير ديك الساعه توغل وتقدم. راه المنطق هو هذا، راه الرياضيات هي هذه. اذا هنا كيوهموكم بان الجيش المغربي تراجع، ولكن الجيش المغربي راه ماشي تراجع، الجيش المغربي خسر. Depuis ce matin 6 heures, la ville de Figuig est l'objet d'attaques extrêmement violentes de la part de l'armée algérienne. Les troupes algériennes, d'après les derniers renseignements qui nous sont parvenus, ont pénétré de plusieurs kilomètres sur le territoire marocain, s'efforçant et réussissant à occuper les hauteurs dominant la ville de Figuig. Un bombardement extrêmement violent a eu lieu. On déplore des victimes parmi les civils et la petite garnison militaire qu'il y avait à Figuig. Car en fait, il n'y avait à Figuig qu'une compagnie de l'armée royale. Je souhaite que le nombre des victimes ne s'étende pas au-delà de ce qui est déjà constaté. Car c'est à partir de Figuig, justement, d'après tous les historiens, et même les plus mal intentionnés, que les problèmes de frontières commencent. Tandis que, entre Figuig et Oujda, il ne saurait y avoir de problème. On a fait donc tuer des hommes, des femmes, des enfants, des civils et des militaires. Pour quel résultat? Pour que
on se retire. Mais l'armée qui a attaqué se retirera. Elle ne se retirera pas seulement avec son barda sur le dos, il se retirera avec une mauvaise conscience, avec le poids d'un péché, qui est celui d'avoir fait couler le sang après la convention de Bamako et le jour d'un vendredi, jour où tous les croyants vont à la prière et jour où tous les croyants, qu'ils soient en Maroc, en Algérie, en Tunisie ou dans le Moyen-Orient, ne peuvent que remercier le ciel et remercier Dieu d'avoir mis un terme à cette effusion de sang entre frères. Je ne peux pas m'imaginer ni penser que la duplicité des signataires de la déclaration de Bamako puisse arriver à ce point-là. Et c'est là alors que me vient à l'esprit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quelle est cette main occulte, maléfique et criminelle qui cherche à accumuler entre l'Algérie et le Maroc, entre deux peuples, des monceaux de cadavres innocents, n'ayant voulu ni se battre, ni encore moins se haïr. Certes, beaucoup pourraient me dire, pourquoi est-ce que le Maroc ne prend pas des mesures de rétorsion? Pourquoi ne voulez-vous pas, en face d'Oujda, essayer de... Et je leur dirais, pourquoi faire couler des vies humaines, du sang humain? Pourquoi détruire des vies humaines quand je sais que la conquête militaire que je ferai ne sera bâtie que sur l'injustice et qu'en tout état de cause, ni politiquement ni militairement, il ne sera suivi dessus. Le Maroc, pour sa part, n'entend répondre à cette attaque traîtresse, à cette attaque qui ne ressemble pas et qui n'a jamais ressemblé au génie de l'Afrique du Nord, car les Africains du Nord ont toujours été des hommes et des lions, ils n'ont jamais été des chacals. Le Maroc ne répondra pas à une traîtrise par une félonie.